بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبابي عندي في قناتي لا كويزين دو لولا حينو. وصفتنا لنهار اليوم هي التليتلي الأبيض بطريقة سهلة سريعة ويجي بنين بزاف بزاف. تبعوا معايا المقادير. إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هنا راحين نبداو في المرق أول حاجة ومن بعد ننتقلوا إلى التليتلي. إذا نحتاج إلى 2 حبات بصل كبار، حين نرحيوهم ونحطوهم بهم بالماء تاعهم. راحين نضيفوا عليهم ملعقة كبيرة من الزيت العادي. أنا هنا ضفت ملعقة كبيرة فقط لأني راح نضيف الشحمة تاع الكلاوي تاع الخروف. هنا لكان ما توفرتش عندكم تقدروا تضيفوا 2 ملاعق كبار فقط زيت عادي. راح نضيف عليهم هنا طرف تاع اللحم، لكم الاختيار يعني غنمي والا بقري، خروف والا تاع البقر. ضيفوا عليهم طرف تاع الدجاج، هي من الافضل يجي بالغنمي خير، يعني بالخروف افضل. هنا نحتاجو 1 فلفل حار. هنا الحبة تاع الطماطم ما نشحين نرحيوها، شوفوا فقط كيفاه نديرها انا كي تعود عندي المرقه بيضاء باه تطلق لي هذيك البنه تاعها. هنا راح نشكها غير بالموس وراح نحطها يعني كامله جامله. اذا راح نضيف التوابل ملح وفلفل اسود فقط. هنا التليتلي تاعنا المرق الابيض يحتاج غير الملح والفلفل الاسود، ما نكتروش الملح كما تعرفوا المرقه البيضاء يجري ليها الملح بزاف. راح نضيف عليهم هنايا الحمص، نحط كلش في بعضه ونخليهم يتقلاو على نار جد هادئه. كما تعرفوا سر طياب البنين هو التقليه المليحه. بعد راحين نمرقوها بماء سخون يغلي، ما نمرقوش بزاف باه ما تجيناش المرقه تاعنا مايحه، ونخليوها تغلي حتى يطيب لنا اللحم والدجاج. من جهه خلاف راح نجيب التليتلي تاعنا. انا التليتلي هنايا فقط خيرت النوعيه يعني المتوسطه، ما حبيتش نخير تليتلي رقيق، وكل واحد والذوق تاعو. راح نفرغ يعني الكميه المناسبه. هنا ما عنديش يعني كيل محدد. حنضيف عليهم الزيت، هنا قدر 3 إلى 4 مغارف كبار تاع العشاء من الزيت، وراح ندخل هذاك الزيت في الحبات بحيث نغلف كل حبة تاع تليتلي. من جهة خلاف راح نجيب الكسكاس تاعنا. انا نفضل هنايا نطيب في الفخار لانه حيمد لنا بنه هايله للمأكولات تاعنا. راح نحطو انا التليتلي هنا تاعي فور تفويرتين فقط، كل واحد وطريقته الخاصه. انا فقط هنا حبيت نعطيكم الطريقه الخاصه بيا. حنحطو الفور هنا بعد ما فار الفوره الاولى راح نفرغو. شوفوا معايا طريقه، راح نفرغو هنايا وراح نسومو. انايا هنايا راح نسوم التليتلي تاعنا، راك تشوفوا معايا. حنضيف عليه الماء، شوفوا هنايا الماء كي نضيف عليه كي يتغطاو لنا الحبات تاع التليتلي نحبسوا الماء، نخليوه نحسبوا له 30 ثانيه بالضبط ونصفيوه من هذاك الماء. انا هنايا ما خليتوش طول في الماء باه ما يعجن ليش، ما تخافوش عليه لانه الحبات تاع التليتلي راهم مغلفين بالزيت. نخلطوا فقط باه نتاكد بلي الحبات بكل يعني قاسها الماء. شوفوا هنايا انا فضلت اني نحطه في صفايه كبيره باه نتاكد بلي قطر مليح. شوفوا بقى حبه على حبه هذاك التليتلي يعني ما عجنش. راح نزيدو نفوروه تفويره تانية. هنا ما نديرلو لا زبده لا زيت، يعني كما شفتوا الحبات تاعي مازالوا فيهم الزيت، ما نخافش عليهم انهم يعجنوا. نحطو يفور هنايا نطول له في التفوار. يعني المره الاولى فقط باه نفكركم، انا المره الاولى خليته 20 دقيقه وهو يفور، المره الثانيه خليته 15 دقيقه. هنايا ندير فقط هذه الطريقه باه يخرج لي البخار ويفور لي مليح التليتلي تاعي. نجيها خلاف حنحطو يفور يا اما فوق الماء يا اما فوق المرق، هي من الافضل تحطوه فوق المرق خير باه يجيكم البنه تاع المرق في التليتلي. هنايا بعد ما فار الفوره الثانيه والاخيره راح نجيبوا الببوطه تاعنا، تكون فخار والا نوعيه اخرى. انا هنا نفضل اني نجمر في الفخار. هنا مانيش راح نحطو خلاص فوق النار، راح نحطو مباشره في البرمه تاعي تاع الفخار وراح نضيف عليه طرف تاع الزبده. هنايا انا فضلت انه تكون الزبده تاعي تاع البقر. شوفوا فقط هنا حبيت ندير لكم اختبار بسيط باه تشوفوا معايا الحبه تاع التليتلي راهي طايبه وانما القلب تاعها مازال شويه يابس. هنا واش راح ندير، راح نحط هذاك الطرف تاع الزبده تاعنا ونبرد التليتلي تاعنا. هنايا شوفوا
يا يكون عندكم التليتلي بارد والمرقه سخونه، والا العكس ما ديروش التليتلي سخون والمرقه سخونه لانه تخافي يعجن لكم وما يجيكمش على حبه. هنايا الفايده تاع الخطوه هذه باه يبقى لنا التليتلي تاعنا على حبه. اذا راح نخلط مليح هذاك الطرف تاع الزبده وهو سخون تليتلي، نجيبوا المرق تاعنا. شوفوا المرق انا راح نصب بصح ما نكترش المرقه، يعني ما نكتروهاش. شوفوا هنا فقط قاعده نشوف بالملعقه ونوصل الحجم تاعها. هنايا كي يتغطاو لنا الحبات تاع التليتلي راحين نحبسو ونخليوها. انا نغطي عليها ونخليها، ما نحطهاش خلاص فوق النار، نخليها حتى تتشرب هذيك المرق تاعها بكل هذوك الحبات تاع التليتلي. ومن بعد راح تشوفوها معايا كيفاه ولات. نغطيو عليها ونحطوهاش فوق النار. نعيد لكم برك هنايا بعد ما شرب لنا هذاك التليتلي تاعنا المرق كامل. شوفوا هنايا كيفاه جا بقى على حبه. راح ندير لكم فقط اختبار المره الثانيه تاع الحبه تاع التليتلي. شوفوا هنايا للقلب تاعها وهي طريه. اذا هنا راح نحركوه باه نتاكدوا فقط باللي المرق تاعنا شربوا بكل هذاك التليتلي. وراح نحطو في طبق التقديم. هنا شوفوا برك معايا الحبات هذوك يعني جاو كما نقولوا حنا مزربعين كل حبه وحدها. اذا هنايا راح نشوفوا التليتلي تاعنا في طبق التقديم. انا بالمناسبه يعني كاين اللي يرافق معاه اللحم الحرش اللي هو اللحم المرحي، انا هنا ما توفرش معايا بصح نتوما تقدروا تضيفوه. شوفوا يعني صدقوني جا هايل بسم الله ما شاء الله. وجات هذيك المرقه تاعو ماهيش مالحه بزاف لاني كما شفتوني حطيت الملح مع الاول وضفتو كي زدت مرق ضفت شويه تاع الملح كي حسيتها مسوسه، ضفت عليه شويه بيض هنا مشرشم. لكم الاختيار يعني في تزيين الطبق تاعكم، يعني ماناش ملزومين ان نزينوا مثل بعض. انا رافقت لي تاعي باللبن وجا هاي الله يبارك. اذا هنا قبل ما نوصل معكم نهايه فيديو اليوم، نتمنى تكون وصفه اليوم عجبتكم ونتمنى تجربوها وتعطوني رايكم فيها. بالاضافه الى هذا اللي مازال ما اشتركش معايا في قناتي نطلب منه يتفضل ينزل درك ويشارك معايا في قناتي فضلا وليس امرا، يفعل زر الجرس ويبارطاجي الفيديو مع احبابه هكا باه تكبر قناتنا بكم ومعكم ويوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين ومشكورين. اذا هنايا فقط حبيت ندير لكم اختبار فقط بسيط. فضلت اني نكون يعني بالاصابع فقط ندير لكم هذا الاختبار، ما حبيتش ندير لكم بآلة حاده لانه كما تعرفوا الآلة الحاده اكيد راح تقص منا اللحم وتقص منا الحمص. حبيت ندير لكم بملمس يعني الايدي او الاصابع عفوا باه تشوفوا القوام تاع كل حاجه. اللحم طاب لنا يعني طاب طري بزاف، والدجاج ايضا والحمص وحبه التليتلي. الى هنا نكون وصلت معكم الى نهايه فيديو اليوم، ونتمنى نلقاكم في فيديو اخر ووصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.